برضه خلي بالكم في الحياه السياسيه التاريخ بيعيد نفسه. والحاكم اللي بيبقى عنده بصيره وبعد نظر بيقي بلاده من كوارث. محمد علي باشا لما تولى حكم مصر كان يعلم تماما ان الاوروبيين بيطمعوا في مصر، لانه كان في الفتره ديت الدوله العثمانيه بيسموها الرجل المريض، كانت بيسموه. بدات هذه الدوله تضعف. طيب محمد علي قال لك انا علشان بدل ما اوروبا هي اللي تحل محل الرجل المريض، ما انا اولى، وجحا اولى بلحم طوره، مش كده ولا ايه؟ قال لك طب انا اعمل ايه بقى؟ انا اولى، انا قوه اقليميه، وانا اجيب حد من بره ليه؟ ما احنا كلنا واحد، مش كده ولا ايه؟ فكر، عقائد. طب علشان احقق النقطه دي اعمل ايه؟ اعتمد على نفسي، مش كده ولا ايه؟ ولا استورد؟ لا، اعتمد على نفسي واحقق الاكتفاء الذاتي لبلدي. بدأ يهتم محمد علي بالزراعة، يهتم بالزراعة ويبعت البعثات الدراسية للخارج تشوف وصلوا لغاية فين، ويروحوا ويرجعوا يطبقوا اللي شافوه. وبدأ يعمل جيش نظامي. طب وانا اجيب له منين عساكر؟ نجيب المصريين نفسهم اللي هم دول عايشين على الارض وندربهم على السلاح. كان الاول بيجيبوا الجنود من السودان علشان يعملوا منهم جيش. طب ليه ما جيبش اهل البلد نفسها اللي انا فيها؟ لقى الجنود المصريين اثبتوا كفاءة عالية جدا، فاول من عمل جيش مصري من المصريين محمد علي باشا. كان قبل كده المصريين زي ما قلنا في المحاضرة الاولى يعني حكايه انهم يحملوا السلاح ده يبقى شرف ليهم، يعني ما يستحقوهوش. كويس؟ يبقى محمد علي فعلا هو اول من عمل جيش وطني من المصريين. طيب هو كده بس؟ لا يا فندم، ده بدأ يصنع السلاح وعمل مصانع البارود، وبدأ يعمل المستشفيات، بدأ يعمل إدارات الدولة، بدأ يعيد تقسيم وتنظيم الأقاليم. إذن بيعمل دولة حديثة. وإيه؟ بدأ في عصره شق الترع والقنوات والحاجات دي. ما خلاص بقى اهتم بالزراعة، فعايز وفي نفس الوقت اهتم بالصناعة. طب الحرف والمهن يعمل إيه؟ لموا بقى ال3000 عيل دول بتوع أطفال الشوارع، وقال لسليمان باشا الفرنساوي اللي يعني كان عامله زي وزير دفاع كده، قال له لمي لي العيال دي اللي في كل محافظات مصر وحطهم لي في معسكر. فين المعسكر؟ في حته كده من اسوان، حته كده. حطوا ال3000 عيل دول في المصنع وعلموهم المهن والحرف، فبقوا حرفيين ومهنيين. اللي ده نجار، واللي ده سباك، واللي ده حداد، واللي ده مش عارف بيطرق على النحاس، واللي ده بيعمل. وظفهم، وتلاقي الناس دي عملت بعد كده اشتهرت. دول بقوا نحاسين، ودول بقوا قاعدين في حته مع بعض، ودول بقوا بتوع قطن بقوا القطان، ودول بتوع فحم بقوا الفحامين، ودول بتوع مش عارف ايه بتوع ايه. الله عمل مجموعات من اصحاب الحرف اللي هم كانوا لامين على بعض. فين؟ في المعسكر. في المعسكر. سليمان باشا الفرنساوي هو خد العيال دي واتعلمت. خلصنا على قصة أطفال الشوارع. خلاص علمناهم مهن وحرف، والدولة محتاجة كانت لهذه المهن ولهذه الحرف. وعمل بقى الترسانة البحرية، وعمل أسطول. عمل أسطول قوي. هو اللي عمل، مش استورد. عمل أسطول في البحر. وبعدين بقى ابنه إبراهيم باشا كان قائد بارع، دخل الجزيرة العربية، فتح الجزيرة العربية، وفتح السودان، وفتح الشام، والدنيا كبرت. قال لك الله، ما خلاص كل الأقاليم اللي تتبع الدولة العثمانية سقطت. إيه اللي باقي؟ باقي تركيا.
الاستانه. طب ما خلاص اخدها واقعد على الكرسي وابقى انا الخليفه مش العثماني بقى، ما خلاص عثمان راحت عليه، الخليفه العلوي. انا محمد علي باشا، وتبقى دي الدوله العلويه اللي هي تحكم. راح حاصر الاستانه بالاسطول المصري. السلطان العثماني اللي كان بيدفعه اتاوه خاف واترعب. وفعلا ما هي مصر دوله بقت قوه عظمى لانه يملك قوته ويملك سلاحه. يملك قوته ويملك سلاحه، ودي عظمه محمد علي باشا بالمناسبه يعني. رغم ان عنده اخطاء برضه في الديمقراطيه، لكن مش هي دي القضيه. لكن هو فعلا دي كانت حاجه عظيمه. فلما حصروا بقى يعملوا ايه؟ استنجدوا باوروبا، الحقونا ده محمد علي جاي يحتلنا. اوروبا قالت ايه؟ يحتلكوا؟ طب ده احنا اللي كنا هنقوم بالدور. الله، طب ده الموضوع ده بتاعنا احنا، هو كده؟ ده بقى ده صحي امتى وعمل الكلام ده؟ لا 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 لا، ده ما يتسكتلوش بقى. مش تيجي دوله واحده تحارب محمد علي، لا، لموا بعضهم. زي كده امريكا ما تقول لك نعمل التحالف ويلموا الدول كده عشان يروحوا يضربوا العراق. نفس الفكره. هو التاريخ بيعيد نفسه، التاريخ هو قال لك يلا بقى بينا نلم بعض، الانجليز على الفرنسيين على الالمان على البتاع، يلا ونروح ليه؟ الراجل ده اللي هو هياخد مننا اللقمه. لا 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 لا، ده لازم يعرف حده بقى وايه، ويخليه يرجع يكن في مكانه. حصروا الاسطول المصري في معركه اسمها نافارين، واستطاعوا طبعا ان ينتصروا. طبعا هو دي اوروبا كلها بقى باساطيلها وده الراجل ده راجل بيحارب بنفسه، سلاحه عنده، تموينه عنده، دنيته عنده زي الفل يعني كده. لكن طبعا الكثره تغلب الشجاعه يعني، مش معلش هو قد ايه، بس برضه طلع كسبان. كسبان حاجه واحده، ان يستقل بولايه مصر. قالوا له بنقول لك ايه؟ خليك في اللي انت فيه، تخش تبص على غيرك لا، دوله تاني لا، الموضوع ده احنا راكنينه على جنب، ده بتاعنا بقى، اركن انت شويه. امال احنا هنروح فين؟ امال انت هتاخد الشرق واحنا بقى نقعد نتفرج عليك يا سي محمد؟ لا يا عم، احنا هنضمن لك حاجه، تستقل بولايه مصر وكمان تورث لاولادك من بعدك. خلاص يعني ايه؟ يعني لا السلطان يشيل واحد ولا يجيب والي ولا يعزل، ويعيش الحياه بالطول والعرض. بس بداوا يتنبهوا لخطر الدوله المصريه، انها بقت قوه اقليميه. ومحمد علي واخد باله ان دول طمعانين، بداوا يتربصوا بيه الدوائر. هو الراجل كان بتجرى، خلي بالكم، محاولات اغتيال كتيره قوي لمحمد علي باشا. برضه المستعمرين كان هذا رجل صلب وبنفس التآمر سواء من الداخل او الخارج. ولذلك انتوا لو رحتوا قصر الجوهره اللي موجود في القلعه تلاقوا ملاحظه غريبه جدا، كل حته في منزل هتلاقي في وشك مرايه، علشان هو لو هو ماشي في اي حته هيبقى شايف اللي وراه. خلي بالكم من الملاحظه دي في قصر الجوهره في القلعه، هو يشوف اللي وراه. كان كده، كان عايش في حاله من الشك والريبه. وطبعا واحنا عارفين بقى ان في اخر ايامه اصابه الخرف والكلام ده كله عشان السن يعني، مش لدرجه من الحاجات الطريفه ان كان زمان الكاميرا اول ما طلعت كاميرات التصوير، بمناسبه كاميرات التصوير يعني، كانت الكاميرا كده وواحد يدخل دماغه جواها مش كده، ويلبس بتاع زي الجلد كده ويصور. بس كانت زمان بقى ايه الكاميرا في البدايه دي في اولها لما يجي يصور تروح مطلعه دخان كربون فحم. والله هي كانت كده الاول اهي، بدل الفلاشه تروح مطلعه ايه. فالمهم جم الجماعه الفرنساويين قالوا له عايزين نصورك يا باشا. فهو بص كده دخل الاوضه لقاهم حاطين البتاع ده وحد مدخل راسه وقال لهم ده جن، ده جن. ورفض، ايوه، ورفض التصوير. يعني هو في الافلام يعني حاجه غريبه في الحياه في ايامه الاخيره يعني. لكن لا شك انه ما زلنا لغايه دلوقتي طبعا بنتكلم انه ما
محمد علي باشا ده حقيقة، ده حقيقة انه كان مؤسس مصر الحديثة.